أوضح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري أن المدرب البرتغالي كارلوس كوروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر لم يوافق على تجديد عقده مع الفراعنة. كوروش كان قد تولى تدريب منتخب مصر في الفترة من سبتمبر 2021 حتى مارس 2022، ورحل عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 22. وقال العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم في عز الظهر المذاع عبر راديو سبورت اف ام: كروش رحل بعد نهاية عقده، اعتذر عن عدم الاستمرار مع منتخب مصر ولم يوافق على تجديد عقده، وذلك بعد سفره للاطمئنان على حالة والده. وأضاف: هذا ما حدث أمامي في الاجتماع مع كروش. وعن مقترح إقامة مباراة الأهلي والزمالك في السعودية، أجاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا: لم يرد علينا بشأن إقامتها في السعودية حتى الآن. وواصل: كنت أتمنى بالتأكيد إقامة المباراة هناك لما لها من عوائد على كرة القدم المصرية، ولكن لضيق الوقت تم إعلان إقامة المباراة في مصر. كما أوضح أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستكون بطاقم تحكيم مصري بالكامل. ويرى العطار أن إيهاب جلال ظلم من اتحاد الكرة، وأن حسام حسن هو الأفضل حاليا لتدريب منتخب مصر. وأتم: حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تعرض للظلم، الجميع حمله مسؤولية فشل البرتغالي روي فيتوريا.